السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله استقبلنا سماحة السيد مقتدى الصدر بلقاء اليوم تم التباحث حول الوضع العراقي بشكل عام، بالتأكيد على رأس القائمة الانتصارات الكبيرة التي تحققها قواتنا البطلة في نينوى وفي كل المواقع الأخرى. قواتنا الآن تسيطر على الجزء الأكبر من محافظة نينوى، وهي تقاتل داخل مدينة الموصل لتحرير أبنائها ولتحرير الأراضي العراقية. هم هذه القوات بالشكل الرئيسي هو حماية المواطنين وتحريرهم من قبضة داعش الإرهابية اللي دمرت هذه المناطق وقتلت المواطنين. ونظرت إلى آخر إعلانات داعش التي تفتخر بها بقتلها لأبناء مدينة أو محافظة نينوى، يخرجون آباء يقتلون أبنائهم. هذه المنظمة الإرهابية تريد أن تخرب بناء المجتمع العراقي، أن توقع الفتنة بين أبناء الشعب العراقي بين مختلف مكوناته. تحدثنا بهالموضوع، ويجب أن تكون هناك توجه واتفاق على الوحدة السياسية والوحدة بين مكونات الشعب العراقي. هذا أمر أساسي. اليوم العراقيين يقاتلون معا عدو إرهابي، عدو شرس، عدو حاول أن يبث الفرقة بين العراقيين. مواجهة هذا الإرهاب يقتضي توحيد هذا المسار، وهذا الحمد لله اتفقنا عليه. الأمر الآخر اللي هو متعلق بتوفير الخدمات إلى المواطنين بشكل عام. الحرب ما تمنعنا عن توفير الخدمات وعن رعاية الشعب في باقي المناطق. تعرفون أكثر المحافظات العراقية ليس لها حرب، حتى ليس فيها حرب حتى الآن. في الأنبار الجزء الأكبر من المواطنين عادوا إلى مدن الأنبار في الفلوجة وفي الرمادي وفي باقي المناطق، وكذلك في صلاح الدين. وأبنائنا في الجنوب يقاتلون في هذه المناطق وقدموا تضحيات كبيرة في هذا الإطار. يجب أن ترعى هذه التضحيات. الشعب العراقي ممتن للأمهات والآباء والأبناء والإخوان الذين ساعدوا أو ساهموا في هذا النصر، تحقيق هذا النصر على الإرهابيين بتقديم فلذات قلوبهم في هذا الإطار. أنا بصراحة آمل أن يكون هناك تفاهم سياسي بين الكتل السياسية، ويمكن قلت سابقا أدعو الكتل السياسية إلى التعاون. قواتنا وأبطالنا يقاتلون في الجبهات يضحون بأنفسهم. إحنا كقوى سياسية حريص بنا أن نتعاون من أجل إسنادهم والحفاظ على الوحدة العراقية إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. تشرفنا بلقاء الرئيس سيادة رئيس الوزراء، وكان لقاء مثمرا. اتفقنا على 3 نقاط. أولا، دعم الجيش العراقي لإكمال تحرير الموصل بأسرع وقت ممكن. 2، إتمام الإصلاحات السياسية. 3، دعم الاعتدال في العراق وإنهاء العنف فيه. وثم أحب أن أبارك إلى المسيحيي العراق، وفي نفس الوقت أستنكر الاعتداء عليهم، وهم مكون أساسي من مكونات العراق، ونستنكر أي اعتداء ضدهم، وأي اعتداء ضدهم هو إرهابي، وإن شاء الله نقوم بحمايتهم، يعني الدولة تقوم بحمايتهم على أتم وأكمل وجه. السلام عليكم ورحمة الله. أحمد محمد صلاح، مراسل عراقية نيوز. اسمح لي أن أستثمر هذه المناسبة ووجود جنابكم الكريم وأطرح سؤالين على جنابك الدكتور وأيضا على سماحة السيد. السؤال الأول، يعني ما هو تقييمكم لما أنجز حتى الآن في معركة الموصل، خصوصا ونحن على أبواب المرحلة الثانية من هذه المعركة إن شاء الله، وهل يعني حظيت بدعم سياسي، خصوصا وأنتم أكدتم قبل المعركة بأنها يجب أن تحظى بدعم سياسي من قبل جميع المكونات لمعركة الموصل من خصوصية. السؤال الثاني، يعني ما هو قراءتكم لواقع العراق اقتصاديا في مطلع يعني او في عام 2017، خصوصا بعد يعني دور العراق الكبير من بعد اتخاذ يعني منظمه اوبك قرارها بتخفيض الانتاج وايضا زياده الاسعار العالميه. ايضا سؤالين على سماحه السيد ان سمحتم لي. يعني السؤال الاول، ما هو تقييمكم او رايكم لما حصل في احتفاليه حزب الدعوه في البصره؟ يعني هذه ايضا الموضوع اثار الكثير من الجدل في الراي العام. والسؤال الثاني، يعني اليوم بدات الكتل السياسيه تتحدث عن مرحله ما بعد موصل، وطرحت ملفات واسماء مثل التسويه السياسيه وغيرها. رايكم بهذه المواضيع؟ شكرا جزيلا. بالنسبه لأن اطمن المواطنين واطمن جميع ابناء الشعب العراقي بان عمليات الموصل تسير بشكل سليم وبشكل صحيح ضمن الجدول الزمني الذي اعددناه، وقواتنا البطلة تتحرك بشكل ثابت وأيضا يطمئن إليه. المناطق الآن اللي تم تحريرها لحد الآن
لا توجد فيها أعمال إرهابية، يعني تم السيطرة على هذه المناطق بتعاون كامل من أبناء هذه المناطق. تعرفون استراتيجيتنا في نينوى أن المواطنين يبقون في المدن ويبقون في القرى، وفعلا الآن ملايين الناس هم تم تحريرهم وموجودين في قراهم، وتعاون كامل بين قواتنا الأمنية وهؤلاء المواطنين، والعملية تتقدم بشكل سليم بشكل صحيح. قواتنا يجب أن تثبت مواقعها، يجب أن تقلل خسائر المواطنين، وتقلل أيضا ضمن استراتيجيتنا تقليل خسائر قواتنا البطلة. لا يجوز أن نضحي بهؤلاء أبنائنا اللي يضحون من أجل حماية الوطن. أما بالنسبة للواقع الاقتصادي، تعرفون العراق كان له دور مهم في قرار أوبك بتخفيض الإنتاج، وهي بها رؤية حتى ترتفع أسعار النفط. اليوم انهيار أسعار النفط اللي صار بصراحة كثير ساهم في يعني التأثير على الاقتصاد العراقي بالسلب. أيضا كل الدول المنتجة للنفط تأثرت بهذا الانخفاض. العراق عندنا مشكلة إضافية، وهي نعيش إحنا حالة حرب، والحرب يحتاج إلى دعم، فكانت من مصلحتنا رفع أسعار النفط. ارتفع الآن بشكل محدد. هذا الارتفاع بصراحة عوض أكثر من عوض انخفاض في كمية إنتاج النفط وتصدير النفط العراقي. آمل أنه في السنة القادمة يتحسن وضع الاقتصاد تدريجيا. أنا أشكر الشعب العراقي كلهم على صبرهم على الأزمة الاقتصادية والأزمة المالية. أشكر كل المواطنين على تعاونهم في هذا الإطار، وبصراحة صمودنا يخلي العراق يخرج أقوى من هذه المعركة، وأقوى حتى في الجانب الاقتصادي والمالي. احنا نريد نشجع الاستثمار، نشجع خلق فرص عمل، وإن شاء الله السنة القادمة ستكون سنة انفتاح اقتصادي ومالي لجميع العراقيين إن شاء الله. الحقيقة السؤال الأول، ما حدث في البصرة من ردود شعبية عفوية يجب أن تكون منظمة، ولا يمكن أن يعتدى فيها على العشائر العراقية المحترمة، ولا يمكن فشيء ضروري جدا، وهو أن هناك اعتداء لعله صار على حزب الدعوة أصدقاؤنا وشركاؤنا في البلد. نعم هناك جهات قليلة فيه قد تكون في السابق عملت على ابتعاد الشعب عنهم وعن هذه الشخصية، لكن يجب أن نحافظ مع حزب الدعوة ومع سيادة رئيس الوزراء ومع الدولة ومع الجيش على علاقات طيبة. الاعتداء على الشعب أيضا مرفوض، يعني مو مجرد أن تصير حادثة بسيطة، يجب أن يكون هناك صولة فرسان وغيرها. يجب أن نضبط النفس، ويجب الحفاظ على أمن العراق. نحن في حالة حرب، وكل ما يحدث من أحداث يجب بها ضبط النفس والحكمة والموعظة. أما قضية التسوية فلي تعليقين عليها. التعليق الأول أن التسوية إذا كانت على حساب دماء العراقيين أنا أرفضها. نحن قوم لا نبيع دماء شهدائنا أبدا. القضية الثانية، يجب أن تكون التسوية مجتمعية، لا يجب أن تكون سياسية. مو فقط عندما تقترب الانتخابات نسوي تسوية، وعندما تبتعد وتذهب الانتخابات نقعد نسوي تسوية مع من هم لا أعلم. إذا مع القتلة فأنا أرفض، إذا مع غيرهم مع المعتدلين أنا وغيري ندعم الاعتدال. شكرا. طبعا بس تعليق بسيط بالنسبة للتسوية. طبعا أنا ما عندي موقف سلبي من التسوية قطعا. التسوية نسعى إليها، بس كما تفضل سماحة السيد ليس مع القتلة والمجرمين. أنطي الأولوية للمصالحة المجتمعية. المصالحة المجتمعية أمر أساسي. داعش رادت تفرقنا، رادت تفرق مكونات الشعب العراقي. أفضل رد لداعش هو توحد هذه المكونات. المصالحة الاجتماعية أن نتصالح، نتعاون لعودة النازحين إلى بيوتهم. يجب أن يحترمون، من الخيام ينتقلون إلى بيوتهم، يكونون آمنين في هذه البيوت. وضع الإنساني مهم. صحيح. وضع الإنساني كنا يكون نتعاون عليه. وأنا أشكر الكرم العراقي في هذا الإطار. صراحة الكرم العراقي منقطع النظير، ربما الكثير ما ينظروها. في بيوت كثيرة في محافظات عراقية بها 3 عوائل 4 عوائل 5 عوائل. أما في نينوى في بعض المناطق أكو 10 عوائل في بيت واحد. العراقيون كرماء في هذه الناحية، وهذا الكرم العراقي خفف من الأزمة الإنسانية على هؤلاء النازحين. وإحنا نكون نتعاون كمصالحة مجتمعية بين المكونات. أنا بالطبع أدعو أيضا أكرر كما قبل يومين هنأت المسيحيين بأعياد الميلاد المجيدة. إن شاء الله تكون خير وبركة على كل العراقيين وعلى كل سكان العالم. أيضا سيد المسيح هو سيد الجميع، سيد المسلمين وسيد المسيحيين وسيد غيرهم. وبالتالي إن شاء الله تكون كلمة المسيح عليه السلام